مرحباً بكم جميعاً. كثيراً ما تأتينا المريضات أو أفراد من عائلاتهن إلى العيادة ويسألن: لماذا لم أعطى العلاج الهرموني؟ أو لماذا تستمر فلانة في العلاج لمدة سنة كاملة؟ أو لماذا آخذ أنا العلاج الكيميائي بينما غيري لا؟ لذلك الهدف من هذه الحلقة هو أن نوضح أولاً الفرق بين أنواع سرطان الثدي، لأن العلاج يختلف حسب نوع الورم، خاصة عندما تكون الحالة متقدمة أو منتشرة. أولاً، الأنواع الرئيسية لسرطان الثدي. يصنف سرطان الثدي إلى 4 أنواع رئيسية حسب وجود مستقبلات معينة على سطح الخلايا السرطانية. النوع الأول سرطان الثدي من نوع لومينال A، يحتوي على مستقبلات هرمونية الإستروجين والبروجسترون، ولا يحتوي على بروتين HER2، وعادة ما يكون بطيء النمو. العلاج في الحالة المتقدمة يعتمد على العلاج الهرموني مثل تاموكسيفين أو مثبطات الأروماتاز، مع إمكانية إضافة أدوية موجهة مثل مثبطات CDK4 أو 6 مثل بالبوسيكيب أو ريبوسيكليب. النوع الثاني لومينال B، يحتوي على مستقبلات هرمونية وقد يحتوي على بروتين HER2، ويعد أكثر عدوانية من لومينال A. العلاج مزيج من العلاج الهرموني والعلاج الموجه، وغالباً العلاج الكيميائي. النوع الثالث سرطان الثدي الإيجابي لبروتين HER2، لا يحتوي على مستقبلات هرمونية لكن يحتوي على كمية زائدة من بروتين HER2. العلاج أدوية موجهة ضد HER2 مثل تراستوزوماب، هيرسبتين، بيرتوزوماب، وإذا لم تنجح نلجأ إلى أدوية أخرى مثل TMD1 أو تراستوزوماب ديروكسيتيكان مع العلاج الكيميائي. النوع الرابع السرطان الثلاثي السلبي، لا يحتوي على أي نوع من المستقبلات لا هرمونية ولا HER2. يعد من الأنواع الأكثر عدوانية ويظهر غالباً لدى النساء الشابات. العلاج يعتمد على العلاج الكيميائي بالدرجة الأولى، لكن هناك علاجات جديدة واعدة مثل العلاج المناعي مثل التيزوليزوماب أو مثبطات بارب عند النساء الحاملات لطفرة BRCA. كل نوع من أنواع سرطان الثدي يحتاج إلى خطة علاجية مختلفة، ما يناسب مريضة قد لا يناسب أخرى، والسبب هو النوع البيولوجي للورم. وبفضل التقدم العلمي أصبح بالإمكان تقديم علاجات دقيقة وموجهة حتى في الحالات المتقدمة. نصيحتي: لا تقارنوا علاجكم بغيركم، بل اسألوا طبيبكم عن السبب وافهموا طبيعة مرضكم. شكراً لحسن استماعكم، وتذكروا الأمل موجود دائماً.